النهاردة هنتكلم عن قصة جواز رشدي أباظة وسامية جمال. لو عايزين تعرفوا قصة جوازهم ايه من أولها لآخرها خليكم معايا لنهاية الفيديو ويلا بينا نبتدي. سنة 1959 وقعت سامية جمال في غرام رشدي أباظة وقت تصوير فيلم الرجل التاني. حست إنها أخيرا تقدر تحب من جديد بعد قصة حب عنيفة عاشتها مع حبيب عمرها فريد الأطرش، واللي بعدها اتجوزت من شاب أمريكي وهاجرت معاه لأمريكا، ولكن جوزها الأمريكي طلع نصاب وسرق فلوس حفلاتها كلها واتطلقت ورجعت مصر بعد سنة ونص وشالت فكرة الجواز خالص من حياتها واتفرغت للفن. بعدها بكام سنة وتحديدا سنة 1959 اتعرفت على رشدي أباظة في فيلم الرجل التاني، وحست سامية إن قلبها بدأ يدق من جديد وإنها قررت تتجاوز قصة حبها الكبير لفريد الأطرش، وفعلا بدلها رشدي أباظة الحب. ووقتها كان رشدي أباظة لسه منفصل من زوجته الأمريكية واللي أنجب منها بنته الوحيدة إسمت، وحصل كشرط أساسي للطلاق على حضانة بنته إسمت واللي كان عمرها وقتها 3 سنين. لقى رشدي أباظة في سامية جمال كل اللي بيفتقده من اهتمام، فكانت شديدة الاهتمام بيه وبتفاصيله. كانت كمان بتطبخ له بإيديها وتحضر له الأكل في الاستوديو، واهتمت كمان ببنته إسمت واللي حبتها جدا واللي اعتبرتها بنتها. وفعلا نجحت سامية جمال إنها تخلي الراجل اللي حبته بصدق إنه يتجوزها، ولكن كان شرط رشدي أباظة للجواز من سامية جمال هو اعتزالها للفن والرقص والتفرغ في إنها تبقى ست بيت وتكون زوجة لرشدي أباظة. وافقت سامية جمال واتجوزت من رشدي أباظة سنة 1962 واعتزلت الفن عشانه، واكتفت بلقبها المفضل مدام رشدي أباظة، وحبته جدا أكتر من نفسها واهتمت بيه اهتمام كبير، وبقت هي اللي بتدله حياته وترتب له مواعيده وتحضر له شنطته وملابسه قبل تصوير أفلامه، وكمان بتربي بنته اللي بقت بنتها بعد ما اتحرمت من الإنجاب. وتوقعت الصحافة وقتها فشل الجوازة دي وقالوا إنها واحدة من نزوات رشدي أباظة الكتيرة مع الستات، لكن سامية جمال خيبت توقعاتهم كلهم واستحملت جوزها وحبته، واستمر جوازهم 17 سنة. غفرت سامية جمال لرشدي أباظة الكتير من الخيانات والنزوات العابرة في حياته، ومن بينها جوازه من صباح في بيروت لحد ما طفح بيها الكيل وقررت إنها تسيبه بعد 17 سنة جواز. واتطلقت سامية جمال من رشدي أباظة سنة 1979 ورفضت كل محاولاته معاها عشان ترجع له، وقفلت الصفحة دي تماما من حياتها، حتى إنها ما حضرتش فرح إسمت اللي ربتها من وهي طفلة عندها 3 سنين. انهارت حياة رشدي أباظة بعد طلاقه لسامية جمال، بعد كمان رفضها تماما إنها تسامحه أو ترجع له. بعدها مرض رشدي أباظة مرض شديد جدا، ورفضت سامية جمال إنها تزوره في المستشفى، وقالت للناس المقربين ليه إنهم يبلغوه إنها مش مسامحاه أبدا. وتوفى رشدي أباظة سنة 1980 وحيد، وحضرت سامية جمال جنازته متخفية وقالت له عند قبره: كان نفسي يا رشدي تموت في حضني، ولكن انت اللي اخترت تموت وحيد. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.